أرو. بينما فريق الوداد انطلقت على بركة الله أحداث اللقاء بصافرة الإثيوبي تسيما نجم الساحلي لا تحدث كثيرا، وبالتالي لا داعي للقلق أو التوتر أو الضغط على اللاعبين. عبد الله السعيد دلوقتي نزل تحت. مؤمن زكريا بداية، وأي بداية قيمة كبيرة لتركيز عالي وتحضير ذهني ونفسي، وقيمة كبيرة لمؤمن زكريا الجناح السحري للنادي الأهلي. ورا على الثاني. لا يا وليد لا، مش ممكن. فرصة عظيمة لهدف ثاني، فرصة عظيمة لهدف ثاني. هداف النادي الأهلي في البطولة صاحب هاتريك أمام النجم الساحلي، وأخطاء الدفاع الودادي زادت أكتر وأكتر بعد فاصل مهارات ومثلثات ومربعات، ولكن هربت راحت على طول إلى معلول. تعود من تاني تصويبة أجاي، ولكن إلى ضربة المرمى. ضغط أهلاوي قوي، تواصل للخطوط وتقارب للخطوط واستمرارية الهجمة. عناصر قد تكون غريبة وكلمات قد تكون صعبة، وفاول الحكم اللقاء كل شيء. انطلاق ناحية اليمين على طول إلى محمد ونجم، اللاعب الخطير والعرضية، ضربة الراس، وأول أهداف الفريق الودادي، أول أهداف الفريق المغربي للاعب الخطير أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي يسجل وتصبح النتيجة 1-1. ولسه بقول لحضراتكم خطر جدا محمد ونجم الجناح الأيمن، ونركز مع أشرف بن شرقي. ولكن عموما الهدف للوداد والتشجيع لجماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي تشجع وتوازن كما لو كان الأهلي هو اللي سجل الهدف، وكأنها رسالة للاعبين وبسرعة ولا يهمك، كأن الشيء لم يكن. نثق فيكم، سنعود، سننتصر، سنسجل. تقدم من جديد على طول مؤمن زكريا، تحركات زكريا، مؤمن زكريا من جديد القدام والقدام. اوفسايد. حلو. مؤمن زكريا تحرك ضغط عليه بقوة على طول من أوتارا، أقصى اليمين تاني أخطر مكان لأحمد فتحي. أدي الكرة العرضية، مش معقول يا جماعة، مش معقول يا جماعة. أحمد فتحي بقاله ربع ساعة مستنيها تعدي. أحمد فتحي بقاله ربع ساعة مستنيها تعدي، ولما تعدي تغمض عينيك بالشكل ده. بص قدامك، بص حواليك، أمام المرمى اوعى تغمض عينيك. كتير. ومحمد سعد وضربة الراس وفرصة، مش معقول. تاني من جديد على طول إلى أجاي، تروح لمؤمن زكريا، ولكن الاستلام إلى وليد أزارو. الله على الفكرة الجميلة. تاني التحضير الثاني، ولكن على طول تصدي استخلاص، لعب على المساحة، لمسة واحدة يا مؤمن، ولكن على طول التفكير وهي معاك. ضربة الرأس من تاني أوتارا اللاعب البوركيني، فرصة ضربة جزاء ولا إيه؟ كرة المشتركة في التحام بدني قوي. بص حضراتكم اللعبة دي، بص دي هي دي عايزة عن قرب أهي. بس والله ما لعبش على الكورة. ضربة جزاء مع سبق الإصرار والترصد. أيوة ضربة جزاء، لأنه ما لعبش على الكورة أبدا، ومرتين في السوبر. يا عمدة، هي ده وقته، هي دي قيمته، هي دي مكانته. ولكن القائم سبحان الله وكأنه اتحرك من مكانه. يا الله، عنده إحساس كبير جدا بالمكان، تركيز عالي قوي. يا سلام، خارج القائم اليمين تقريبا بأقل من يرده.